السلام عليكم مشاهدينا الكرام. إذا رسميا فيفا يعلن إقامة كأس العالم 2030 في المغرب والبرتغال وإسبانيا. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الأربعاء إقامة كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، بينما ستقام أول 3 مباريات في أوروغواي والأرجنتين والباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة. وكان الملف المشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا هو الملف الوحيد لاستضافة البطولة، بينما ستكون هذه أول نسخة من كأس العالم تقام في 3 قارات و6 دول. وذكر فيفا في بيان: وافق مجلس فيفا بالإجماع على الملف الوحيد الذي يجمع المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة البطولة في 2030 وتأهل منتخبات البلدان الثلاثة بطريقة مباشرة إلى النهائيات باعتبارها صاحبة الضيافة. وكان الملك محمد السادس حفظه الله قد زف للشعب المغربي قبل قليل عبر بلاغ للديوان الملكي أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر بالإجماع اعتماد ملف المغرب، إسبانيا والبرتغال كترشيح وحيد لاستضافة كأس العالم 2030 لكرة القدم. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يمثل إشادة واعترافا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى. ألف مبروك للمملكة المغربية وللشعب المغربي، وعاشت المملكة المغربية الشريفة.